من الآخر مع محمد شبانة، ومساءكم دايما زي الفل. الفيفا فاجئنا بالإعلان عن تصنيف الأندية الإفريقية اللي بناء عليه هيتم تحديد الأربع أندية اللي هتشارك في كأس العالم للأندية في عام 2025. كأس العالم للأندية زي ما احنا عارفين آخر نسخة بشكلها الأخير اللي هي فاتت دي، اللي اتلعبت في جدة، واللي الأهلي أخد فيها الميدالية البرونزية، وده رابع برونزية في تاريخه. هذا الشكل من كأس العالم للأندية انتهى خلاص بنهاية البطولة دي. بعد كده سنة 25 كأس العالم للأندية هتتغير، هتبقى 32 فريق هيشاركوا في هذه البطولة، منهم 4 فرق من أفريقيا و4 فرق من آسيا، والباقي من أمريكا الجنوبية ومن أوروبا. الاتحاد الدولي قال ان ال4 فرق بتاعت يعني 4 فرق من كل القارات، وفق الابطال هيشارك ابطال الدوري الابطال، سواء في افريقيا او في اسيا او في اوروبا او في امريكا الجنوبيه او في امريكا الشماليه، كل الكلام ده من سنه 21 لسنه 24. الاهلي من 21 ل 23 قبل السنه دي، يعني ما تخلص الموسم الاخير اللي احنا شغالين فيه، الاهلي كسبان مرتين، يبقى خلاص الاهلي ضمن الصعود لكاس العالم اللي هي 25. نفس الكلام الوداد المغربي، لان الاهلي كسب مرتين والوداد كسب مره. الاهلي كسب 21، الوداد كسب 22، وبعدين الاهلي كسب تاني 23. 24 السنه دي ده هيكون الفريق الثالث. لو الاهلي او الوداد كسبوا، هتبقى فرص كبيره جدا بالنسبه لسان داونز وللترجي وشباب بوليسداد والكلام ده. طب افرض الاهلي او الوداد ما كسبوش البطوله السنه دي، وعايز اقول لا قدر الله بالنسبه للاهلي يعني، يبقى انت هتلاقي ان في فرصه كبيره للانديه اللي بعديهم. الزمالك خرج تماما بره حسبه التصنيف، لانه التصنيف قال لك ان الاهلي في المرتبه الاولى ب 110 نقطه، بعدين الوداد في المرتبه الثانيه، التصنيف الثاني ترتيبه الثاني 102 نقطه، سان داونز الثالث 81 النقطه، بعد كده الترجي التونسي 75 نقطه، شباب بوليسداد بعد كده 59 نقطه، بيترو اتلتيكو انجولا 49 نقطة، بعد كده سيمبا التنزاني 45 نقطة، بعد كده الرجاء المغربي 45 نقطة، وبعدين الهلال السوداني 33 نقطة، حرية كوناكري الغيني 29 نقطة، وبعدين كايزر تشيفز جنوب افريقيا 28 نقطة، والزمالك في المركز ال 12 ب 28 نقطة. الزمالك حظوظه خلاص راحت، مش هيشارك في كاس العالم للانديه، خصوصا ان كمان الاتحاد الدولي قال لك ان الموضوع قصر النقاط اللي هتحتسب الفتره الجايه، اللي ممكن ترفع بقى تصنيفك لغايه 25 فقط للي بيشاركوا في دوري ابطال افريقيا، فكده الزمالك بره الحسبه بتاعت 2025. مين اللي عنده امل ان لو كسب الوداد او الاهلي البطوله السنه دي، يبقى معناها انه هيبقى في ناديين معاهم هيشاركوا في كاس العالم وفق التصنيف، يبقى الاقرب وفق التصنيف الحالي سان داونز والترجي التونسي. طيب في انديه تانية عندها امل، يقول لك ما ممكن سان داونز يخرج من دوري المجموعات، وعلى فكره هو في دوري المجموعات بيدي تصنيف، بيقول لك اللي بيكسب ماتش في دوري المجموعات بياخد 3 نقط، اللي بيتعادل نقطتين، حاجه كده يعني. وبعد كده بتاخد 3 نقط في كل ماتش بتكسبه في الادوار الاقصائيه، كل ماتش بتكسبه بتاخد 3 نقط. ففي ناس تحلم تقول لك مثلا طب ممكن سان داونز يخرج من دوري المجموعات، مع انه متصدر مجموعته هو الاقرب انه يكمل يعني. انما في ناس عندها امل تقول لك كده، فلو سان داونز خرج وشباب بلوزداد مثلا يعني كسب كل ماتشاته لغايه الفاينل، وحتى لو خسر الفاينل بس يبقى عدى 90 نقطة، يبقى هو اللي يصعد مكان سان داونز. انما في الاخر اذا كنا هنتكلم يعني بحسبة منطقية، هو سان داونز هيبقى ضامن التأهل حتى لو ما كسبش البطولة السنة دي، لان هو الثالث التصنيف بعد الاهلي والوداد. فحتى لو الاهلي ما كسبش البطوله والوداد ما كسبش البطوله وسان داونز كمان ما كسبش البطوله، لو حد رابع هو اللي كسب البطوله ده هيشارك الرابع ده، وسان داونز هيشارك بصفته ثالث التصنيف. فهمنا كده خلاص الموضوع. يبقى دول الاربع انديه الافريقيه اللي هيشاركوا، اهلي وداد ضمنوا، سان داونز اقرب لانه ثالث التصنيف بعد الاهلي والوداد، واللي هيكسب البطوله سنه 24 هو اللي هيشارك. طب افرض ما اللي كسبها اهلي او وداد او سان داونز، يبقى يشارك صاحب المركز الرابع في التصنيف، اللي هو ربما يكون بقى الترجي، ربما يكون شباب بوليسداد كده يعني، او بترو اتلتيكو، حسب اللي هينجح انه يكمل لغايه النهايه. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه الاهلي هو هيبقى ممثل مصر برضه في كاس العالم للانديه في شكلها الجديد. مفيش فايده، هو مفيش غير الاهلي الوحيد اللي بيلعب كاس عالم يعني. وبعدين البطوله هتبقى عجيبه جدا، لانه كمان احنا سمعنا ارقام وفق اللي نقلته وكالات الانباء بره، نقلت ارقام
عظيمة جدا. يعني بيقول لك انه كأس العالم للأندية هتدفع مكافآت للأندية اللي هتشارك، مجموع هيصل ل2.5 مليار، اسمع بالرقم، يورو. تخيل، 2.5 مليار يورو. بقول لك ان التسويق بتاعها رهيب جدا، وحقوق النقل والاعلانات، لانها هتتلعب كل 4 سنين. يعني كاس العالم مش هتتلعب كل سنه، لا ده هتتلعب كل 4 سنين. وهم عايزين يخلوها بحجم كاس العالم للكبار، للمنتخبات تاخد الاهميه والقصه دي. فالحقيقه المواقع الكبيره بره اللي بترصد الكلام ده، واللي وسكاي سبورت والحاجات دي عماله تاخد معلومات من الناس اللي بتقوم بالماركتنج لكاس العالم للانديه الجديد في 25، وبيقول لك ان هو قد تصل الى 2.5 مليار يورو. وبالتالي ان حصه كل نادي قد تصل على الاقل كحد ادنى ل 50 مليون جنيه استرليني. تخيل مثلا النادي الاهلي مجرد انه يشارك في هذه البطوله ياخد 50 مليون جنيه استرليني. نفس الكلام للوداد اللي ضمنوا الاثنين دول، 50 مليون جنيه استرليني. انت بتتكلم في رقم يعني حوالي، لما تيجي تحسب انت داخل في من حوالي 2 مليار جنيه مصري. فيعني الحقيقه هتبقى انتعاشه قويه جدا جدا جدا، ودفعه رهيبه جدا جدا للنادي الاهلي في المستقبل القريب جدا. انت بتتكلم في 2025، وهتنقل الاهلي نقله تانية خالص تماما، وهيبقى في جاب كبير جدا بينه وبين الانديه الاخرى هنا في مصر، او على المستوى حتى الاقليمي. الحقيقه ان ده كمان بيخلي فيه عبء تقيل جدا 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 على مجلس الاداره في تطوير الفريق السنتين الجايين دول لغايه 25. يعني لازم يحصل تطوير رهيب، والكواليتي بتاع اللعيبه رغم انه في الاهلي يعني عالي ومحقق نجاحات، بس ربما انه المجلس الاداره يحط خطه بلان معين ان يبقى فيه 2 3 لعيبه بجوده كبيره جدا عشان كاس العالم 2025. هو كده كده ضامن ال 50 مليون استرليني، فما بالك مثلا لو الاهلي تاهل للدور الثاني في البطوله دي، يا نهار ابيض، يوصل بقى ل 65 و70 مليون استرليني. ارقام هتبقى رهيبه جدا الحقيقه، وفق التقارير اللي بتنقلها وبترصدها الوكالات والمواقع العالميه المتخصصه. خد بالك اللي انا بقوله ده. ده هينقلنا النقطه، طب هل الاهلي ممكن يبدأ من الشتاء ده البلان دي؟ في ناس على فكرة بدأت يتقال دلوقتي انه في ناس ممكن تمشي، واتقالت اسماء. يعني وانا مش بقول سر، يعني اتقال صلاح محسن، واتقال محمود متولي، واتقال اليو ديانج، واتقال يعني اتقال عدد من اللعيبه ربما واحمد عبد القادر ما يكونش لها مكان في الفتره الجايه. الاهلي طبعا طبعا ده موضوع ضخم جدا، والتجهيز ليه هيبقى ضخم جدا. لكن الاهلي حاليا النهارده مركز جدا في المباراه بتاعت سيراميكا كليوباترا. طبعا عارفين وصلوا الامارات النهارده، اتمرنوا التمرين بتاعهم على الملعب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الأهلي في كل مكان، ما تنسوناش بلايك، بارك الله فيكم، بينفعنا وبيفيدنا كتير. وطبعا خبر كبير جدا جدا، فايدة كبيرة أوي للنادي الأهلي، اشتراكه في كأس العالم للأندية 2025. مبالغ مالية خرافية هتخش خزينة النادي الأهلي من اشتراكه في البطولة دي. فعشان نحقق أكبر فايدة ممكنة من بطولة زي ديت، لازم نكون على قد المسؤولية من دلوقتي. ما نستناش لسه 2025 ونفكر ندعم. لازم تدعم من دلوقتي عشان اللعيبة ديت تبقى تحت عينك وتحت ترتيبات معينة، بحيث إن الفريق يوصل لأعلى مراحل ممكنة ويقدر ينافس في بطولة زي دي. لأن كل صعود لدور تالي من هذه البطولة تعني مبالغ مالية كبيرة جدا للنادي الأهلي، هتنقل النادي الأهلي نقلة كبيرة جدا على المستوى المالي. وده هيفيد كتير في قدرة الأهلي التنافسية على المستوى المحلي والمستوى الأفريقي، تخليه يبقى مكوش ومستحوذ على كل البطولات أكتر ما هو مستحوذ ومكوش عليها. لازم الأهلي يرفع من سقف طموحه، خاصة في استخدام اللعيبة الأجانب للدوري المصري. لازم يصرف ويصرف كتير وما يبخلش، عشان خاطر بطولة زي ديت لازم نحقق منها أكبر مكاسب ممكنة. فهي اصرف وخد، اصرف وخد. فبطولة زي ديت هتساعد في تمويل النادي الأهلي تمويل كبير جدا، تنقلنا نقلة تانية، تخلينا فريق يقدر ينافس في أي حتة ومع أي فريق على مستوى العالم. وده اللي كان نفسنا نشوفه في الدوري المصري أو على مستوى أفريقيا. لما الأهلي يبقى فريق عالمي وبيلعب في الدوريات العالمية أو بيلعب في كأس العالم للأندية،
بالصورة الجديدة ديت حاجة تشرف وحاجة كبيرة جدا، لازم نكون مستعدين لها الاستعداد المالي المناسب. لازم تصرف كويس وتجيب لعيبة على أعلى مستوى عشان خاطر ما يبقاش طموحنا إن هنطلع من أول دور، خاصة عدم صعودنا للدور التالي هيفقدنا مبالغ كبيرة جدا، ويفقد النادي الأهلي كتير يقدر يعمل بيه حاجات كتيرة، خاصة إن 50 مليون استرليني يعادلوا 3 مليار جنيه بالأسعار الحالية. 3 مليار جنيه دي ميزانية النادي الأهلي ككل في كل الألعاب وعلى مستوى كل الأنشطة داخل النادي الأهلي. كنت أهلاوي أصيل، كنت من عشاق الرياضة المصرية. قول لنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش بلايك واشتراك.